ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عندي على اليوتيوب. النهاردة عاملة لكم بسكوت الكاسترد، طعمه جميل جدا ومقاديره موجودة في كل بيت. زينته بمناسبة الكريسماس علشان الأولاد وكده، زينته بالسنومان تشوكلت أو الترانسفير. أنا هقول لكم هنعمله ازاي وكده، وهمشي معاكم خطوة بخطوة. أول حاجة عملتها أنا أخدت 225 جرام من الزبدة. قعدت كده، ممكن تعمليها بايدك او بمضرب الكهرباء او بالمضرب السلك. قعدت اضرب فيها شويه كده، ونزلت عليها ب 125 جرام من السكر البودره، وضربتهم كويس. وبعدين نزلت بالبيضه، وحطيت على البيضه حطيت لها فانيليا سايله. هقلبهم لغايه لما الزبده والبيض يندمجوا مع بعض كده. هحط رشة ملح. المقادير هكتبها في صندوق الوصف علشان هتبقى بالجرامات عشان يطلع معاكم مظبوط جدا. هنا بقى انا جبت 400 جرام من الدقيق، ونزلت عليهم ب4 معالق كبيرة من الكاسترد، بودرة الكاسترد. ونزلت عليهم بمعلقة صغيرة من بيكنج باودر. هقلب الحاجات دي مع بعض كده، وهبتدي انزل حبة حبة على الزبدة. اروح مقلبة كده في الاول، وبعد كده هروح بقى منزلة الدقيق بتاعي كله. البسكوت ده طعمه حلو قوي. الكاسترد الصراحة مديله طبعا قرمشة، وفي نفس الوقت مديله كده طعمه مختلف عن اي بسكوتات تانية. هقلب بقى كده العجينة بتاعتي تتلم لم، مش هنعجن جامد. بصوا بقى الملمس بتاعها ناعمة خالص وريحتها حلوة قوي. دلوقتي بقى هبتدي افرد. بصوا بقى التشكيل ده بقى بتاعك انتي، يعني حتى ممكن الولاد يشاركوا معانا في الحاجة اللي زي كده. فانت ممكن تعمليه طويل، تعمليه مدور، تعمليه الشكل اللي انتي حباه. هي عجينة بتتفرد، وانتي التشكيل بقى ده بتاعك. بتجيبي بقى قطعات اللي انتي عايزاها واعملي اللي انتي عايزاه. هنا كده هجيب انا ده قمع، قصدي سوري بلبلة بتاعت كريم شانتيه. فانا هقطع بيها، حجمها صغير فهقطع بيها. حسيت ان العجين عندي بيلزق فيها، فانا جبت حبة دقيق كده في الطبق عشان لما اقطع يعني ما تلزقش فيها. هبتدي اقطع العجينة بتاعتي كده. زي ما قلت تقطعي الشكل اللي انتي حباه. انا علشان في مناسبة وكده، فحبيت ان انا برضو اقول الفكرة اللي عندي ممكن نعمل بيها ايه. كده خلاص بقى قطعت. ابتدي بقى اخد العجينة كده اطلعها بالراحة. هي ناعمة قوي قوي، فنتعامل معاها بحرص. وورق الزبدة طبعا مسهل معايا ان انا اطلع الشكل اللي انا عاملاه. ممكن بعد ما بنعمل كده، لو المطبخ سخن عندك تحطيها شوية في التلاجة بعد ما تقطعيها، هتلاقيها مسكت. طبعا انا سويتها. ده ورق ترانسفير، انا هنزل عنه فيديو ان شاء الله. بنحط فيه الشوكولاتة وبيطلع لي بالشكل الرسمة اللي انتوا شايفينها كده. هروح بقى جايبة، تعملي بقى بشوكولاتة دارك، شوكولاتة حليب، الشوكولاتة اللي انتي حباها، شوكولاتة بيضة. فانا عملت شكل سنومان كده، ولزقت بالنوتيلا او الشوكولاتة السايحة زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة يعني شكلها حلو وسهلة، وتقدري تعمليها، وان شاء الله هتعجبكم لما تدوقوا. كان معاكم لولا عامر. يا رب الوصفة تكون عجبتكم.